مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الرواني بخطوات سهلة وسريعة وبسيطة جدا، وموفرة جدا. خطواتها زي ما انتوا شايفين. اول حاجة هنعمل مع بعض الشربات. هيبقى كوبايتين من السكر، كوبايتين ونص من المية، وعصرة نص ليمونة. وطبعا مش هنسيبهم يغلوا فترة طويلة، يعني على ما تسخن المية كويس وتغلي كده غلوتين، وهتفصلي عليها لان مش هنخليها تبقى تقيلة، تبقى يعني زي المية كده، بس مسكرة جامد يعني. زي ما انتوا شايفين الخطوات بالظبط. الخطوة اللي بعدها اهي، زي ما انتوا شايفين، مجرد المية ما غلت كم غلوة كده وفصلت عليها. تيجي الخطوات اللي باقية، هنجيب 3 بيضات و... ومعاهم كيسين فانيليا او فانيليا سايلة براحتك المتوفر عندك. ملعقة صغيرة من الفانيليا على 3 بيضات، وبعد كده تنزلي عليهم بكوباية من الزبادي زي ما انت شايفة كده. طبعا الزبادي دي بتديها طراوة، بتديها طعم جميل. طبعا هتجيبي المضرب البيض وهتخلطي كل المكونات دي مع بعض وتضربيهم حلو. زي ما انت شايفة كده، بعد ما ضربتهم كويس نزلت عليهم بكوباية من السكر، وكمان فضلت اضرب فيها كويس علشان السكر يدوب. آه، طبعا لانه سكر مش مصحون وكده، فلازم تستني شوية كتير يعني تضربي فيها علشان السكر يدوب. وبعد كده هتنزلي بكوباية من الزيت او كوباية الا ربع كده تقريبا من الزيت، وبرضه هتخلط المزيج كله ببعضه مرة تاني، وحاولي تضربيهم حلو. كل مدة تضربيهم في بعض جامد هتاخدي منهم نتيجة احلى. وبعد كده هتنزلي بكوباية من السميد اللي هو بالكيك، يعني الهنا بتاع البسبوسة، دقيق البسبوسة، وبرضه هتخلطيهم حلو. زي ما انت شايفة كده، خطواتها بسيطة وسهلة، و... أو حلة واحدة أو طبق واحد هتعملي كل المكونات، مش هتتعبي في المطبخ ولا توسخ معاكي مواعين كتير. بعد كده هتنزلي آخر حاجة بكوباية الدقيق، وبعد كوباية الدقيق هتنزلي بملعقة كبيرة بيكنج باودر. زي ما انتوا شايفين اهو، كوباية من الدقيق. فدي كل مكوناتها سهلة وبسيطة، موجودة في كل بيت، والنتيجة كانت صدقوني فوق الروعة. واخر حاجة انا ضفت معاكم ملعقة البيكنج باودر، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، وهتقلبيها حلو، تخلطيها كويس عشان ما يبقاش فيها تكتلات كده ولا في حاجات لسه باقية. وبعد كده هتجيبي صينية حلوة وتبطنيها بالسمن والدقيق، وتنزلي بالخليط زي ما انتوا شايفين القوام.
يعني لا هو تخين ولا هو طري زيادة. العجينة بتاعتها بتبقى متوسطة. هتخبطيها كده علشان لو فيها اي هوا ولا اي فقاقيع ولا حاجة تطلع. هتكوني مجهزة الفرن قبلها ب10 دقايق كده، مسخناها. هتحطيها على الرف الأخير اللي قبل الأخير، طبعا على حرارة متوسطة. وأول ما تطلع من الفرن وهي سخنة كده هتسقيها بالشربات بتاعها. طبعا هي تبقى سخنة والشربات بارد. ما تخافيش، كل الكمية مش هتبقى كبيرة عليها ولا حاجة. هتديكي طراوة فيها، وهتبقى كلها مسقية حلو ومتشربة كويس من الشربات. وبعد كده هتقطعيها وتسيبيها ترتاح في الصينية تبرد. وبعد كده تقطعيها يعني ترفعيها وتحطيها على طبق وتقدميها. بس كل ما تبرد بتبقى أحلى وأطعم. يعني كيكة الرواني دي بيتفضل إنها تتاكل باردة أو مش سخنة، يعني من الفرن كده. طبعا تزيينها ده حسب رغبتك. أنا جبت حبة من جوز الهند وزينتها بالطريقة دي. في ناس تحب تزينها بكريم شانتيه عادي، يعني حسب الرغبة. أو مكسرات لو تحب مثلا. وده كان الشكل النهائي بتاعها. والطعم بجد كانت خطيرة وخفيفة وطعمها جميل، وكانت مسكرة وزي العسل. تستاهل بقك. يلا بسرعة جربوها، فرحوا ولادكم بيها. كيكة جميلة جدا، خطواتها سهلة جدا وسريعة وما أخدتش وقت. شايفين هي متشربة ومسقية حلو ازاي؟ يعني صدقوني كانت حلوة جدا. ويلا باي باي، في فيديو جديد ان شاء الله.